السؤال ده بيجيلي كتير جدا. حضرتك كنت عايز اتعلم تداول صح بطريقة عملية وسهلة وبراس مال صغير جدا. خلينا براس مال صغير جدا. معرفش قصدها على التعلم ولا قصدها على البداية. لو على التعلم انا عامل دورة مجانية برعاية بازكس لمدة 8 ساعات على مدار 8 اسابيع، هتتعلم فيها التداول بطريقة بسيطة وعملية. وراس مال صغير لو هتبدأ بيه بقى في التداول، بازكس بتقدم لك بونص على الايداع لو انت عملت ايداع ب $100. طيب ايه بقى الطريقه العمليه والسهله للتعلم؟ ان احنا هنبقوا فاهمين ان احنا عندنا 4 حاجات هنشتغل عليهم: تحليل اساسي وتحليل فني واداره راس مال ومخاطر وتهيئه عقليه ونفسيه ليك كمتداول. رقم واحد، التحليل الاساسي. اعمل حسابك او اعملي حسابك ان احنا هنختار زوج واحد هنشتغل عليه اثناء فتره التعلم، وليكن مثلا زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري. فالتحليل الاساسي بتاعه هفتح معاك الاجنده الاقتصاديه لمده شهر ونحدد الاخبار الاقتصاديه المهمه. رقم اتنين، التحليل الفني. هنطلعوا الدعوم والمقاومات لمدة شهر عدى ونبتدي نشتغل عليها ونحدد الاتجاه إن كان صاعد ولا هابط. لو كان اتجاه صاعد هندخل عمليات شراء، ولو اتجاه هابط هندخل عمليات بيع. تالت حاجة مهمة، إدارة رأس المال والمخاطر. اعمل حسابك لما يكون رأس مالك $100، اعمل حسابك ان انت تفتح صفقات في الاول بحجم 0.01 اللي هي اسمها مايكرو لوت، وتحط 30 نقطة مكسب و15 نقطه وقف خساره. يعني كل صفقه يا اما تكسب $3 يا اما تخسر $1.50. هي دي الطريقه العمليه البسيطه السهله لتعلم التداول وبدء التداول الفعلي.